الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عادش في عدل في العالم خالص. امبارح الدول الصناعية السبعة عاملين مؤتمر في كندا، يقول لك من حق إسرائيل تدافع عن نفسها، من حق إسرائيل تدافع عن نفسها، ومن حق إسرائيل تمتلك سلاح نووي. عندها 90 راس نووي، وإيران مش من حقها. مفيش عدل، مفيش عدالة. وما جابوش سيرة غزة خالص. سبع كبار في العالم، انا عايز اقول كل العالم متعاطف مع غزه ما عدا الحكام الزباله دول، حكام العالم الزباله المواطنين مع الصهيونيه ومع الامريكان. لا، مش حكام الخليج بس، ده حكام اوروبا كلهم متواطئين ومنبطحين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اه، كنت كاتب كلمتين شعر كده، فكنت بقول ايه: يا ابن ادم يا ابن التراب، يا ابن ادم يا ابن التراب، ليه خليت الدنيا غاب؟ ليه نسيت ربك؟ ليه موتت قلبك والعدل عندك غاب؟ ما بقيت غابة، العدل غاب، بقيت غابة. يا أيها العرب اعتصموا بحبل الله جميعا، لازم نتوحد. اديكم شايفين إسرائيل بتحفر اهي وطالبة مساعدة أمريكا، وفي موقع نووية مش قادرة تيجي ناحيتها لأن في أعماق، طالبة القنابل الأمريكية. لا، طب ما احنا نشغل دماغنا، ما نخافش من أمريكا، لكن نعمل في الخفاء ضد أمريكا وضد إسرائيل. نقوي قواتنا، قوي قواتكم الأول. ساعدوا مصر، ساعدوا سوريا، ساعدوا العراق اللي هي الدول اللي كانت واقفة في وش إسرائيل. راحت سوريا، راحت العراق، باقي مصر. لازم نقوي نفسنا. باكستان وقفت، قالت هيجي ناحية إيران لأنها عندها رؤوس نووية. مش عايز أقول إن عايزين نمتلك سلاح نووي، لا، عايزين نمتلك أسلحة رادع. أسلحة رادع زي اللي مع إيران، ما أسلحة رادع اللي مع إيران تصدع. لازم دفاعات جوية في كل الدول العربية، لأن خدوا بالكم لو أمريكا دخلت الحرب ضد إيران، قولوا على الدنيا السلام. مش على دول الخليج بس، قولوا على الدنيا السلام. رتل البنزين هيبقى 100 جنيه، ولا ده إن وجد. ودول الخليج إلا ما رحم ربي يعني هتتمسح. أمريكا دلوقتي دول الخليج بتقول لها ما تدخليش في الحرب، مع انهم بيتمنوا إزالة إيران وكل الناس، لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا. ما هي إيران هي الوحيدة دلوقتي اللي اللي في الظروف فوق أمريكا وفوق إسرائيل، ومصر واقفة. لكن مصر مش عايزين يمسكوا غلطة على مصر لأنها معتدلة، معاها سلاح نووي. لكن أنا عارف إن جيش مصر صاحي وفايق والحمد لله عندنا. وبعدين بقول للمصريين اللي بيقول لك اللقمة والسلاح، لا، السلاح قبل اللقمة. اديكوا شايفين، اديكوا شايفين اسرائيل بتعمل ايه، اليد الطول، وعمالين نروح نقض الطول. وطيارات اسرائيل بتعيش فسادا في كل انحاء الشرق الاوسط، والدول العربيه رايحه جايه معديه فوق منها. مش اول الاردن تقول لك لا لا لا، طب ما تقولوا للاسرائيليين اللي فوقهم، فوق العراق وفوق سوريا، ما خلاص خربوها. الجيش المصري لازم يكون قوي 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 قوي. دي رسالة للجيش ورسالة للسيس ورسالة للشعب المصري. الجيش بتاعنا هو سترنا وأمننا، وربنا يحفظ مصر وأهل مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.